السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده جاي لك بمفاجآت كده، يعني ممكن تكون بعض الناس سمعتها وبعض الناس لسه، ممكن يكون في بعض الناس عارفاها وبعض الناس لسه، لكن تعالى نسردها على بعضينا ونتكلم فيها مع بعض شويه. اول حاجه هي قرعه السوبر المصري او سوبر النخبه. طبعا السوبر الجديد تم الاعلان عن الطرف الرابع، او تم الاعلان على جميع الاطراف المشاركه في سوبر النخبه، وهو الاهلي بطلا لدوري نايل الدوري المصري، بيراميدز بطلا لكأس مصر، سيراميكا كليوباترا بطلا لرابطة الأندية، والكارت الذهبي. في واحد يطلع يقول لي ايه الكارت الذهبي ده؟ ما هو دلوقتي في حاجة في سوبر النخبة بتتعمل من 4 فرق. سوبر النخبة معروف ان هو من 4 فرق، فلازم يكون متواجد 4 فرق في البطولة. فطبعا انت عندك بطل الدوري النادي الاهلي، بطل الكاس بيراميدز، بطل رابطة الأندية سيراميكا كليوباترا. طب انت في فريق رابع كده مش موجود، فده بيتعمل له زي كارت ذهبي ان هو يقدر يخش بقى عن طريق دعم الرعاة مثلا، محتاجين الفريق دوت عشان يعمل لهم صيت، يعمل لهم دعم، فهم بيبداوا يختاروا الفريق ده من خلاله. فطبعا الكارت الذهبي بيروح مباشرة لنادي الزمالك، او الرعاة بيختاروا نادي الزمالك بالكارت الذهبي. تمام، يعني ما خدش بطولة يا عيني ومتاخد كده، فيعني بيرقفوا بحالته يعني زي ما بيقول. ما علينا، خلينا نتكلم في المهم عشان في ناس هتطلع تقول لك يا عم انت مالك. ما علينا، خلينا نكمل في الباقي. فطبعا البطوله دي ميعادها، موعد البطوله دي هيكون قبل النهائي. طبعا البطوله دي بتلعب على مباراتين، قبل نهائي ونهائي او ثالث ورابع. قبل نهائي ونهائي او ثالث ورابع. طبعا تم الاعلان عن التاريخ عن طريق كابتن احمد حسن الصقر، يوم 17/10 ليوم 20/10. يعني المباراة الأولى هتكون يوم 17 والمباراة التانية هتكون يوم 20. طب في ده يومين بس اللي موجودين فرق، يعني انت الفرق ما بين المباراة دي والمباراة دي هم يومين فقط. ما هو عشان في مشكلة تانية بتواجهنا، ان احنا هنكون في اول مباريات الدوري او اول جولة في الدوري، اللي هي اول جولة في الدوري هتبدأ يوم 20/10. يعني انت اول جولة ليك في الدوري بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تأجيل مباريات. يعني اديك بتبدا ويرجع في الاخر يقول لك الاهلي بالجامع. ما هو طب هو الاهلي ماله؟ ما هو الاهلي اهو ده بنبدا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم تاجيل. يعني يوم 20 ده هيبقى اول جوله او اول مباريات الجوله الاولى او الاسبوع الاول في الدوري. واديك شيء واديكوا شايفين، عشان بس الناس اللي تطلع تتكلم كده كلام ايه ملوش اي 30 لازم. فعشان كده المباراه هتكون فرق يومين فقط، عشان يبداوا ان هم يبصوا لايه، حته ان ترجع على طول تلعب المباراه في الجوله الجديده. فده الموضوع بتاع سوبر النخبه والقرعه بتاعته. لسه ما تحددتش القرعه امتى، لكن في كلام كده بيصار ان بطل الكاس هيقابل صاحب الكارت الذهبي، وبطل الرابطه هيقابل بطل الدوري. فده اللي احنا هنشوفه الايام الجايه، ودي يعني حاجات بديهيه كده، او حاجات بتصار في الفتره الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها. تعال نتكلم في تاني موضوع، وموضوع اللاعبين المغربيين او اللعيبه المغاربه اللي دلوقتي بقوا ايه، متاحين للنادي الاهلي ولاي حد عايز يشتري خش اشتري يا باشا. طب وبعدين؟ واي حد دلوقتي بقى عايز يسوق نفسه بقى يحط اسم النادي الاهلي المصري في جمله مفيده. ليه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك. سفيان بوفال اللي بيفسخ تعاقده مع الريان القطري رسميا. سفيان بوفال تم فسخ تعاقده مع الريان القطري، وفي غموض كبير جدا حول فسخ تعاقد سفيان بوفال مع الريان القطري. هتقول لي ليه يا عم؟ عشان احنا يعني في ناس بتقول لك انه سبب اصابات كتير، اللاعب بيتصاب كتير الفتره الاخيره، سبب مشاكل مع النادي، في حاجات كتير، ففي غموض كبير جدا حول اللاعب. فطبعا تطلع ناس تقول لك اهو سفيان بوفال، هاتوا لنا سفيان بوفال. وسفيان بوفال الراتب بتاعه 4 مليون دولار.
سفيان بوفال الراتب بتاعه 4 مليون دولار، عشان الناس اللي بتطلع كده يا عم ما نحاول يمكن نكسر يمكن نعمل. ما هو في سبب كبير جدا، وفي ناس من اداره النادي الاهلي قال لك ان سفيان بوفال بره الصوره تماما. ليه يا عم؟ عشان اول حاجه راتبه، وتاني حاجه غموضه بسبب رحيله عن الريان القطري. طب سفيان بوفال بيرحل عن النادي القطري، مين اللي بيتعاقد رسميا مع الريان القطري على سبيل الاعاره لمده موسم؟ مين؟ لك ان تتخيل كده مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه للريان القطري لمدة موسم ب4 مليون دولار. يعني تريزيجيه الموسم في الريان القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة ب4 مليون دولار. تمام؟ ده بالنسبة لتريزيجيه. وبالنسبة لسفيان بوفال والكلام عنه. طب تعالى بقى أكلمك على لاعب تاني، وهو عز الدين أناحي. عز الدين أناحي وترانسفير ماركت، اللاعب كان بنسبة 20%، كان متواجد على ترانسفير ماركت بنسبة انتقاله للأهلي. دلوقتي في كلام بيقول لك إن النسبة علت وبقت 28%. طب هل الأهلي دخل رسميا في مفاوضات مع اللاعب؟ لأ تماما. ده بيقول لك إن في بعض من الوكلاء هم اللي بيتكلموا في الصفقة، بيشوفوا اللاعب هل له رغبه، هل اللاعب يقدر ينزل الراتب. طب تعرف ان راتب اللاعب على ترانسفير ماركت كام؟ راتب اللاعب وكلنا طبعا عارفين عز الدين وناحي وسط ملعب يعني جبار. ولا تقول لي بقى طبعا بعد توقف المفاوضات مع بالرمضان، ولا تقول لي بقى بالرمضان ولا لا، ده لاعب دولي عالمي. ما علينا. بيوصل راتب اللاعب على ترانسفير ماركت او القيمه التسويقيه للاعب على ترانسفير ماركت 7 مليون دولار. عارف يعني ايه اللاعب بيوصل القيمه التسويقيه بتاعته على ترانسفير ماركت 7 مليون دولار؟ رقم كبير جدا. وهل الاهلي سيتحمل هذا الراتب؟ مستحيل، مستحيل تماما. لكن بيقول لك ان في بعض الوكلاء بيخشوا في الصفقه وبيقولوا ان عز الدين أناحي مش هيشارك بشكل اساسي مع الفريق في الفتره اللي جايه، مع فريقه الحالي مش هيقدر يشارك لانه اصلا مش مسجل في القائمه، وهيفضل لحد يناير بدون نادي. فلسه مش عارفين ان الدنيا بتروح فين. وفي كلام ان الترانسفير ماركت علت النسبه عشان بيقول لك ان في وكلاء وفي ناس بتتكلم ان اللاعب بيقترب. لكن ده اللي احنا هنشوفه الايام الجايه، وموسم اللي انتقالات فيه يعني دوشه وفي كلام كبير جدا. لكن لسه احنا مش عارفين الدنيا هتسفر لنا على ايه، ولسه مستنيين الفرج من عند ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.